اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على ما ذكره الذاكرون وعن ذكر الغافلون. عسى مرحبا بكم في نهار جديد وبرا جديدة. اليوم إن شاء الله دبرتنا باش تكون الزبيب المجفف بالطريقة الطبيعية اللي هي الشمس. أول حاجة ناخذ العنب متاعنا ونغسلوه ونخليوه يستقطر بالباهي حتى فوق منديلة، ومن بعد يا إما نخليوه في العناقد متاعو يشيح وإلا نحيوه من العنقود متاعو. أنا هنا فرشته على غرابل، تنجموا تفرشوه فوق منديلة وتخليوه يشيح على راحته، وما تنساوش كل مرة تقلبوه باش يشيح بشكل متساوي. نحاولوا نغطيوه بشاش باش نحافظوا عليه من الحشرات، وفي الليل نحاولوا ندخلوه من الليل حفاظا عليه من الرطوبة. وحاجة أخرى ردوا بالنا كان تصب عليه الشتاء. وفي صورة ما كان العنب متاعنا كبير نجموا نقسموه على اثنين، هكاك يكون ما ياخذش برشا وقت، والا نختاروا عنب صغير من الاول. كان حسيتوا فما غبرة تنجموا تعاودوا تشلوه من جديد، أما زاد تعاودوا ترجعوه يشيح يلزموا يجف بالباهي. هو المناخ السخون والمهوي واللي ما فيهوش رطوبة هو اللي باش يعاون على التجفيف الزبيب متاعنا، أما إذا كان ما سمحش نجموا نشيحوا فيه كوشة وإلا في الماكينات اللي خاصة بالتشييح. نعبيهم في دبوزة باللار فيها وريقة رند. وهذه كانت دبرتنا، ما بقى كان نقول لكم في دبارة أخرى. بسلامة.